السلام عليكم. بنعتذر جدا عن الاخطاء اللي كانت موجوده في الفيديو اللي فات، الاخطاء الفنيه. احنا يعني مش بروفيشنال في موضوع المونتاج والحاجات دي، بس ان شاء الله مش هنغلط فيها تاني. نكمل كلامنا بقى. احنا الاول اتكلمنا عن ان احنا نفسنا نقرب لربنا. اي حد نفسه يقرب لربنا لازم الاول يتعرف عليه. عشان يتعرف على ربنا اول حاجه لازم نصلي عشان نقابله، وكمان لازم نبدا نعرف القران عشان القران ده كلام ربنا. للاسف احنا خدنا القران غلط، فالنهارده هدفنا ان احنا نعرفنا ازاي ناخد القران صح. طبعا بحب القرآن جدا وبحب اقراه كتير، بس المشكلة ان انا في كلمات كتيرة لما باجي انطقها بتبقى غلط، وفي كلام اصلا مش بفهمه. اخر مره صليت فيها كانت بسوره يا سوره العصر يا اما سوره الكوثر. يعني ايه كوثر؟ كوثر نهر في الجنه مش فاهم. انا عن نفسي انا بحب القرآن جدا، واكيد كلنا بنحب ربنا ويبقى نفسنا نقرب له، بس الفكره ان انا فعلا ما بقراهوش غير في رمضان بس تقريبا، ولما حتى باجي اقراه ما بحسش ان انا فاهماه. في معظم الاوقات يعني وانا بقرا قران ببقى حاسس ان انا بقرا كده عشان ايه، عشان مثلا سنه او كده او حاجه المفروض انا اعملها، وقران حاجه جميله وثواب وكده. بس حسيت وانا مره حسيت ان انا ببقى فاهم اللي انا بقراه. دي يعني اول لما جت كلمتني عن الصلاه وعن القران. ففي حاجات كتير لها الشباب، مثلا زي القهاوي، زي البنات، زي مثلا سجاير، حاجات كتير يعني للاسف دي مضيعه الشباب. مثلا عندك واحد يروح القهوه يشد لي حجر الشيشه ولا يشرب لي حجر المعسل، مش هينفع كده. كل المشكلات اللي اتقالت دي مشكلات مهمه جدا، بس انا اخر مشكله هي دي اللي لفتت نظري. للاسف احنا فاصلين القران عن مشاكلنا. بالعكس، يعني القران هو منهج حياه، هو اللي هيعرفنا ايه الصح وايه الغلط، ايه اللي ينفع نعمله وايه اللي ما ينفعش نعمله. هو اللي يبدا اي حاجه في حياتنا غلط يبدا يخليها لنا تتصلح. نيجي نبص على مثلا حال النبي مع القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض، كان مثال حي للقرآن، ومع ذلك كان أمي لا يقرأ ولا يكتب. يبقى الموضوع مش موضوع قراءة. للأسف إحنا يعني إيه خدنا القرآن غلط. دلوقتي تبص على ربنا عز وجل بيقول لنا في القرآن: وقال الرسول ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إحنا خدنا المصاحف، خدنا الكتاب. يعني اللي فاكر إن ده القرآن، ده مش القرآن، ده مصحف، ده كتاب جواه القرآن. احنا خدنا المصاحف دي بقى اهتمينا بيها، نحطها في البيوت ونحطها في المساجد ونحطها في الموبايلات حتى، بس حالنا مع محتوى القرآن للأسف هاجرينه. ربنا عز وجل بيقول لنا برضه في القرآن: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ما قالش أن تقرأ ألسنتهم أو قال أن هم يعني يهتموا بالقرآن، قال أن تخشع قلوبهم لذكر الله. لازم نبدأ نهتم بقلبنا بالقرآن، المحتوى، مش بالكتاب اللي هو المصحف. ربنا عز وجل بيقول لنا في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ما قالش أفلا يحفظون أو أفلا يقرؤون، أفلا يتدبرون. يعني حتى اللي بيقرأ، حتى اللي مش هاجر القرآن وبيبدأ يقراه، هو هاجره بقلبه وهاجره بعقله، بيقرأ كلام كده وخلاص بعينيه. إنما الفكرة إن أنا أي آية أقرأها لازم أفهم معناها وأفهم هي بتأمرني إيه، بتنهيني عن إيه، عشان يبدأ بدل ما أم على قلوب أقفالها، لا، يبدأ كل ما أقرأ آية قلبي يتفتح أكتر وأقرب من ربنا أكتر. علشان تعمل اي عباده وعشان تقرا القران لازم تكون عارف الاول ثواب العمل اللي انت هتعمله. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه، والحسنه بعشر امثالها، فلا اقول الف لام ميم حرف، ولكن اقول الف حرف ولام حرف وميم حرف. فتخيل كده انت بتقول الف لام ميم بتاخد 30 حسنه، فتخيل بقى اجر الثواب ده. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول حاجه ثانيه في حديث ثاني عن فضل القران، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة بقى، ده في الدنيا هتاخد 30 حسنة، في الآخرة بقى بيقولوا له: يا قارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. فتخيل بقى بكل قراءتك للقرآن بتزداد وبتعلى منزلة في الجنة. احنا دلوقتي فهمنا يعني ايه قرآن، بس عشان ما يجيش علينا وقت تاني ونوقف قراية، ممكن نعمل 3 حلول بسيطة. أول حاجة يبقى معانا مصحف صغير على طول زي ده، معانا في جيبنا في الشنطة، أنت أي وقت رايق فيه تطلعه تقرأ منه. وكمان لازم نخصص وقت من يومنا ان احنا نقرا فيه جزء صغير من القرآن، حتى لو آية. الرسول بيقول: احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. تاني حاجه صحابنا بيأثروا علينا في كل حاجه في حياتنا. احنا بدل ما بنخرج، ما بننزل معاهم نخرج نروح السينما، قهوه، نتفسح، نعمل اي حاجه، الكلام ده كويس، بس نبقى محددين وقت من الخروجات دي ان احنا كل واحد يحضر آية ونقعد سوا وكل واحد يقول الآية اللي حضرها. بدل ما هتعرف آية واحدة هتعرف آيات بعدد صحابك. كمان زي ما اتجمعتوا في الدنيا على القرآن، ربنا ان شاء الله في الاخره هيجمعكم تحت عرشه وقت ما الناس كلها خايفين من يوم القيامه، وبعدين بعد الحساب ان شاء الله هتدخلوا الجنه سوا. تالت حاجه، انت لما بتيجي تقرا في حاجات مش بتعرف تقراها او مش بتفهم،
انت تشوف حد تعرفه بتحبه بتستريح يعني وانت قاعد معاه وعارف القرآن ودارس يعني متمكن من القرآن، تقعد معاه وتخصص وقت كل فترة تقعد معاه ويفهمك ويعرفك الحاجات اللي انت مش عارف تقراها. ان شاء الله لما ناخد بالثلاث نقط دي هنرجع نحيي كلام ربنا تاني في قلوبنا وفي عقولنا ونبدأ نطبقه في حياتنا.